لو بحثت على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير قوي تقول لك ازاي تعمل السوبر وول بيبر او الخلفيات المتحركه بتاعت شركه شاومي بالشكل ده. بس مش هتلاقي اي حد عارف ازاي تعملها على شاشه الغلق بتاعت الموبايل او الغلق بتاعت الموبايل. لو جيت تفتح الموبايل كده مفيش حد عارف ازاي يعمل الانيميشن ده على الموبايل بالخلفيات المتحركه. شايف؟ وهوريك برضو انيميشن تاني عشان تاخد بالك هو قد ايه حلو. فاللي فات ده يا معلم كان كوكب المريخ، ولو جينا بصينا على كوكب الارض كده شايف الانيميشن عامل ازاي؟ ولو جيت تبص على الساعه برضو شايف الشكل بيعمل معاك ازاي. مفيش حد يعرف يقولك على الكلام ده الا باذن الله في الفيديو ده هتعرف كل التريكات دي. وانا عاوز ادخل بالانترو بتاعت الفيديو بقى كفايه كده، بس مش هنعتق كوكب زحل بالمره. شايف الانيميشن؟ السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد بلعب بلعبه. الفيديو ده بقى يا معلم طلبتوه مني كتير، وهو ازاي نفعل السوبر وول بيبرز او الخلفيات المتحركه بتاعت واجهه المي اي 12، سواء لموبايلات شاومي اللي على مي اي 12 او اللي على مي اي 11، او سواء لموبايلات اوبو او سامسونج او نوكيا او اي موبايل يقدر يفعل عليه، وريلمي وكل الموبايلات تقدر تفعل عليها الخلفيات دي بكل سهوله بدون اي مشاكل. وكمان الفكره ان انت تفعل الخلفيات دي على شاشه القفل بتاعت الموبايل. وزي ما انت شفت في الانترو عرضت لك شكل الخلفيات روش قوي ازاي وانت بتفتح الموبايل، والانيميشن جميل ازاي. بتستهلك من البطاريه شويه بسيطه مش كتيره، ولكن قصاد الميزه او الجمال في الشكل اللي انت بتاخده مش مهم خالص فكره الاستهلاك البطاريه الصغير اللي هو هياخده الخلفيه دي او طريقه تشغيلها. بس كده، فقبل ما نبدا الفيديو الجامد ده واعمله قدامك خطوه بخطوه على الموبايل، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان استمر وعشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. ولو انت لسه مش مشترك في القناه ادخل اشترك حالا عشان نوصل باذن الله تعالى على 15000 مشترك قريب. ويلا بينا على الفيديو الجامد ده. بص بقى يا معلم، انا عارض لك شاشه الموبايل جنبي هنا زي ما انت شايف، وهعمل معاك خطوه بخطوه بحيث كل حاجه تعملها بدون اي مشاكل وما تواجهكش اي مشكله، عشان كمان انا داخل الجيش فهتلاقيني لمده شهر كده مش عارف اجاوب على اي سؤال، فركز في كل الخطوات عشان ما تحتاجش تسال اصلا. بص يا معلم، اول حاجه انت هتدخل على متجر جوجل بلاي، في حاجات لازم ننزلها عشان تساعدنا في الموضوع ده. تمام؟ تبحث عن وول بيبر، تكتب كده وول بيبر، هيظهر لك تطبيق الوول بيبر اللي انا دخلت جواه دلوقتي بتاع شركه جوجل. تمام؟ اللي هو اصلا يعني من شركه جوجل نفسها. فتمام، هتدوس انستول وتنزل التطبيق ده، دي اول خطوه لازم تعملها معايا. تمام؟ وانا طبعا هسرع التنزيل وهكمل لك بعدين دلوقتي. تمام كده قدامك هو زي ما انت شايف بيتفتح البرنامج. خلاص هدوس اوبن. تمام؟ هيتفتح معايا اهو. هو ده برنامج جوجل للوول بيبرز. تمام؟ ومفهوش اي جديد يعني او ابداع، بس عامه لو نزلت تحت كده للاخر هتلاقي مكتوب لايف وول بيبرز، تدخل جواها مش هتلاقي اي خلفيه من خلفيات الصور وول بيبر بتاع شركه شاومي اللي هي الفضاء بقى والكلام ده كله بتاعت واجهه المي يو اي 12. ده اللي احنا هنعمله في الخطوه رقم 2 اللي هي الخطوه الجايه، فركز كويس عشان ما تتلخبطش. المهم نيجي بقى يا معلم على اللينك ده وهسيبه لك في الديسكربشن بتاع الفيديو ده اللي هو الوصف بتاع الفيديو. فهتدخل على الوصف هتلاقي كاتب لك لينك تحميل الخلفيات، يعني فاهم؟ فانا عن نفسي هروح اعمل له كوبي. تمام؟ وهدخل على الكروم عامه واعمل له بيست. تمام؟ اهو حلو جدا. بيفتح هو لينك في ميجا. تمام؟ فبيفتح فبيقول لك افتح في المتصفح ولا افتح في برنامج ميجا. بلاش تعمل تفتح في برنامج ميجا عشان انت مش مضطر ان انت تنزل برنامج ميجا وتتعب نفسك. طب وليه؟ تفتح على طول في المتصفح. تمام؟ فتح على طول. عندك ثلاث حاجات، الارض والمريخ وحاجه ثالثه كده. تمام؟ كل واحده جواها كذا سيم او خلفيه متحركه. تمام؟ في اللي هم الديفولت، تمام، اللي هم المعروفين او الناس اللي بتستخدمهم والكلام ده كله، وفي اللي هو اللايت، تمام، وفي اللي هو الدارك، وكل سيم جواه ثلاثه. بص انا هدخلك في الديفولت. الديفولت ده اللي متعارف عليه او يعني اللي الناس بتحب تثبته، فاحنا هننزله. وبرضه هنزل لك كذا حاجه مختلفه وهعرضهم لك في اخر الفيديو، بس انا هوريك الطريقه في واحد او اتنين والباقي هنزله لك واوريك شكله وانت بتفتح الانيميشن على الموبايل، وهصور لك الموبايل وهو بيعمل الانيميشن بتاعه وهو بيفتح وهو مقفول، لان الانيميشن شكله جامد جدا وفعلا هيخلي اي حد يعمل الخلفيات دي او يطبقها بجد بشكل يعني اللي هو هيبقى مبسوط جدا. المهم، فانت يا معلم مثلا هنيجي ننزل ايه؟ اول واحده اللي هو ايرس ديفولت فورست. تمام؟ وهندوس داونلود. حلو. لاحظ ان هو مثلا حجمها 82 ميجا بايت. تمام؟ فحجمها مش صغير، فانت مثلا لو نزلت اربع خلفيات متحركه ممكن تدخل لك كده في 350 340 ميجا بايت، فانت الرقم ده كبير شويه. فانت ممكن تجرب كله في الاول او تجرب كذا خلفيه، انا سايبه بينزل وانا بحكي لك برضه.
فتجرب كذا خلفيه وتثبت على خلفيتين ثلاثه مثلا تحتاجهم او هتستخدمهم وتمسح الباقي. فركز في النقطه دي كويس برضه عشان ايه ما تنزلش كتير على الفاضي وتاخد مساحه من عندك. لو انت عندك مساحه بقى نزلهم كلهم عادي براحتك يعني. بس يا معلم فانا هسرع التنزيل كده واجي لك تاني برضه. بس كده يا معلم نروح عاملين سيف فايل تمام. هيظهر لك تحت كده يقول لك ان ده من مصدر خارجي والكلام ده كله ممكن يضر الجهاز. لا هو مش هيضر ولا حاجه، بس هو دايما يعني دايما جوجل او دايما جوجل كروم بالذات البرنامج بتاعه بيحب يحذرك يعني. فانت تدوس اوكي بس كده فنزلت. فهندخل عليها وهندوس انستول او تثبيت. ودي حاجه هتلاقي ناس كتير مستغرباها ولكن هي فعلا اكنك بتثبت ابلكيشن او تطبيق من مصدر خارجي اكنك منزله اي بي كي. هو فعلا كل الصور والبيبرز هنثبتها بالشكل ده تمام. فحتى لو دوست اوبن مفيش حاجه يعني هتحصل قدامك. المهم نيجي بقى يا معلم لبرنامج جوجل وول بيبرز اللي احنا لسه نزلناه في اول خطوه تمام. ودي تالت خطوه ان احنا بقى ندخل عليه تمام. ننزل عند لايف وول بيبرز. بص بقى يا معلم هتلاقي مكتوب ايرس سوبر وول بيبر تمام، اللي هي الديفولت اسمها اللي احنا نزلناها. نزلت ودخلت جوه البرنامج ده. لو ما كناش نزلنا البرنامج ده ما كناش هنلاقيها تظهر بالشكل ده. حلو. فهتدوس بريفيو مثلا ان هو بيعرضها لك وكده بيقول لك ان بيحصل كذا وبتاع ما علينا يعني. فانت تدوس ايه سيت وول بيبر. بيقول لك هوم سكرين ولا هوم سكرين اند لوك سكرين، يعني خلفيه للشاشه وانت بتتحرك في الموبايل عادي بس، ولا عاوزها خلفيه لشاشه الغلق والشاشه العاديه بتاعت الموبايل. هنقول الاتنين بس مش هتتعمل لشاشه الغلق عشان في تريكايه جامده جدا لازم نعملها عشان يعمل الانيميشن وانت بتعمل اصلا انلوك الموبايل لما تدوس على زر الباور في الموبايل تمام. فانت هتدوس هوم سكرين اند لوك سكرين بس هو مش هيعملها في اللوك سكرين. المهم يعني دي الصور وول بيبر يا معلم. بص هتلاقيها بتتحرك كده. ودي مش احسن شكل، دي في اشكال تانية جامده جدا هنثبتها دلوقتي ولكن انا وريتك دي اول واحده. بص وانت بتحاول في الموبايل كده هتلاقي الارض او الكره الارضيه بتتحرك معاك. بس دلوقتي انا هوريك ان انت لو جيت تعملها على غلق الشاشه مش هتتعمل. فلازم نعمل التريكه البسيطه اللي انا هوريها لك دلوقتي. بص يا معلم عشان نفعل الصور وول بيبر وانت بتفتح الموبايل من انلوك، يعني لو انت بتفتحه كده تفعلها، هوريك تعمل ده ازاي دلوقتي. اول خطوه هتروح داخل على السمات بتاعت الموبايل. حلو. بعد ما دخلت عليها هتلاقي مكتوب وول بيبر تحت. دوس عليها. بعد ما دوست عليها هتيجي على الوول بيبرز اللي في النص دي. دي اللي هي الهوت لايف وول بيبر اللي هي الخلفيات المتحركه بتاعت شاومي نفسها. فانت مثلا هتيجي عند الخلفيه دي وهتروح دايس داونلود وول بيبر تمام. فطبعا بيجيب لك اعلانات لان واجهه شاومي الجميله طبعا اللي انت عارفها ما عندناش مشكله. المهم هنستنى الاعلان ده يخلص. بعد كده هوريك الموضوع اتحل ازاي والموضوع بقى جميل وشكله روش جدا. تمام الحمد لله الاعلان خلص كده تمام. بتنزل اهي قدامك زي ما انت شايف. تمام هندوس ابلاي كده. هيقول لك سيت از لوك سكرين ولا هوم سكرين، هتقول له الاثنين. تمام قال لك كده تمام. فانت لما تيجي تقفل الموبايل تفتحه كده هتلاقيها شغاله معاك وكده. مش ده اللي احنا عاوزينه. حلو. احنا اللي عاوزينه ايه بقى يا معلم؟ ندخل على تطبيق جوجل تاني. ننزل تحت بقى نيجي عند الخلفيه نروح مثبتينها تمام ونروح قايلين سيت وول بيبر بس كده. بص بقى يا معلم لما تفتح الموبايل دلوقتي اولا الموبايل بص عامل ازاي. ده اولا يعني شوف الموبايل عامل ازاي دلوقتي. بص شايف الانيميشن ده. ولما تيجي تفتح كده شوف الجمدان يعني. بص تاني كده شوف كده الخلفيه ايه. اصلا الكره الارضيه بتلف وبتتحرك وهي على الشاشه نفسها. ولما تيجي انا بفتح اهو بالبصمه اللي ورا تمام، يعني البصمه ورا اهو ده النوت 9 اللي بعمل لك عليه الابديتس. هتلاقي برده فيديو ظهر لك الابديتس بتاعته في الاي اللي فوق دلوقتي. المهم فيا معلم بص اديني قافله اهو. شوف لما تفتح كده الانيميشن روش ازاي. تعالى بقى نروح دلوقتي ننزل مع بعضينا بقيه الخلفيات واوريك الجمدان بتاعها وشكلها الرهيب، لان دي يعتبر الخلفيه دي اقل خلفيه في الحلاوه في الخلفيات اللي موجوده معانا النهارده. فهتتبسط جدا في الفيديو ده. المهم التركه الجامده دي كان لازم اصورها لك لان فعلا مفيش حد يعرفها وكل الناس بتقول اشمعنى الخلفيات او السوبر وول بيبرز ما بتشتغلش معانا على شاشه القفل. والمقصود بشاشه القفل زي ما قلت لك ان انت لما تيجي تفتح الموبايل كده تمام، اولا ده يبقى شغال، ده ما يبقاش شغال لوحده لو انت ما عملتش الخطوات اللي انا عملتها دلوقتي وريتها لك تمام. ولما تيجي تفتح البصمه كده ما تلاقيش الانيميشن ده بيحصل. كنت في الاول بتلاقي على طول شكل الخلفيه ده بس ما تلاقيش اي ابداع معاه فاهمني. تلاقيها بتلف معاك كده بس ما فيش اي ابداع تاني. فالموضوع الصراحه جامد جدا. وتعالى بقى نرجع نكمل بقيه الخلفيات واوريها لك بعد كده في الاخر الفيديو وهتنبسط جدا منها فعلا. وزي ما انت شفت كده يا معلم التركه الجامده جدا دي عشان تشغل السوبر وول بيبر على خلفيه الموبايل ومفيش حد يعرف الموضوع ده فعلا. فالحركه دي جامده جدا
بتخلي الشكل اللي هو واو، يعني فعلا حاجه جامده قوي. المهم نيجي بقى يا معلم ننزل بقيه الخلفيات، وهعمل لك برضه تسجيل الشاشه تاني دلوقتي، بحيث ننزل بقيه الخلفيات واوريك انهي احسن خلفيات فيهم تنزلهم، بدل ما تفضل تنزل كلهم وعارف اللي هو تتعب كده. وفي نفس الوقت هعرض لك بعد ما نخلص، يعني هوريك كل سكرين ريكورد وانا بعمل الخلفيات، وفي الاخر خالص هعرض لك شكل الموبايل وهو بيفتح في كل الخلفيات، بحيث تشوف قد ايه شكله حلو وتختار الخلفيه معينه اللي انت عاوزها وتنزلها. تمام؟ فركز كده عشان ما تتوهش مني في الفيديو وتفهم التفاصيل كلها بكل سهوله. المهم يا معلم، دلوقتي بقى يا معلم احنا ندخل على التحميلات تاني، او على جوجل كروم يعني. مش عارف بقى لينك الميجا ده لازم يشيل لنا كل شويه يفتح من الاول. تمام، مش عاوز اكريت اكونت يا عم. تمام. اوبن في المتصفح برضو. احنا في الاول دخلنا عند الخلفيات دي، نرجع تاني كده. تمام، نرجع تاني. احنا كنا في الارض، ندخل بقى على المريخ. تمام، ندخل على مثلا الدارك ولا البرايت، خلينا ندخل على اللايت او اللي هو البرايت يعني. تمام، اهو اول حاجه اللي هو الاولاني انا هنزله. تمام، اللي هو مارس برايت مش عارف ايه كده ده. تمام، هعمل له داونلود. طبعا هسرع الداونلود تماما عشان ما اطولش عليك في الفيديو، عشان اوريك اكبر عدد خلفيات ممكن وشكله جامد ازاي. تمام، بس كده يا معلم نزل زي ما انت شايف. هنعمل برده سيف للفايل. تمام، وهندوس داونلود. تمام جدا كده. ندخل بقى على التنزيلات او الحاجات اللي نزلت، وندوس على الخلفيه او الصور وول بيبر برده ونثبتها. هعدي لك كل ده بسرعه. تمام، بعد ما ثبتت ندخل على تطبيق الخلفيه بتاع جوجل، وننزل برده تحت الاخر اللايف وول بيبر، هتلاقيها موجوده يا معلم. تمام، دي برده المريخ، فهنشوف شكلها عامل ازاي دلوقتي. نعمل كده يا معلم. لا روشه، دي روشه 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 بجد بشكل يعني. لا بص، كل ما تحاول كده تلاقيها بص بتتحرك معاك برضو. وهوريك دلوقتي فيديو سريعا، وبرضه هجمعهم لك في الاخر، بس هوريك فيديو سريعا دلوقتي لو انت بتعمل انلوك للموبايل او بتفتح شاشه الغلق في الموبايل، الانيميشن بيتعمل ازاي. حاجه جامده جدا فعلا. تعالى بقى بص الانيميشن يعني والله عظمه عظمه. ده كده وانت بتفتح بس في امان الله كده، بص لازم تلاقي كده حركه انيميشن حصل. بص على الساعه، شوف. طب بقى لو دوست البصمه، انت متخيل الجمدان؟ بص تاني اعملها لك كده. كده انت بتفتح بس. طب بقى لو دوست البصمه على طول من الظهر، البصمه هنا في ظهر الموبايل. تمام، فلو بص هقفل تاني اهو، شايف؟ جامد جدا جامد جدا يا جدعان بجد. نيجي بقى يا معلم لتالت كوكب معانا، وهو كوكب زحل. تمام، فهندوس على التالت ده وهيظهر لنا سيمين او خلفيتين متحركتين، نختار اي واحده فيهم. انا اختار مثلا دي فيرتيكال ودي هوريزونتال، يعني افقي وراسي، نشوف انهي احسن فيهم. ما علينا، انا مش فاهم اصلا الاتنين هيطلعوا شكلهم عامل ازاي، فهنجرب مع بعض. فعامه مش فارقه يعني، سيبك من شغل الهندسه ده. انا كنت بفكر فيها بطريقه اللي هو لا يعني اكيد مش كده، ممكن يكون والله مسقط راسي ومسقط افقي يعني. ما علينا، المهم مالكوش دعوه بتعقيد هندسه ده. المهم فهنزلها بسرعه وارجع لك تاني دلوقتي. فزي ما انت شايف يا معلم نزلت اهي. هعمل سيف للفايل وادوس اوكي. تمام كده كمان نزلت، هدوس اوبن وهعمل لها انستول تاني برضو زي اي خلفيه صور وول بيبر، زي ما قلت لك تعمل لها انستول لكنها ابلكيشن. وطبعا الخطوه بتاعت الانلوك او التركات الجامده اللي محدش يعرفها دي بنعملها مره واحده بس، وبعد كده بننزل اي خلفيه عادي، ما بنعملهاش تاني نهائي. تمام، هي بس لازم الخطوه بتعملها في الاول دي، او يعني بعد ما تثبت اول خلفيه عشان تحل المشكله دي تماما. بس يا معلم، وهندخل بقى على ايه؟ على تطبيق خلفيات جوجل طبعا. نيجي بقى يا معلم ننزل تحت كده لايف وول بيبرز. تمام، اهو كوكب زحل. دي هوريزونتال، مش عارف بقى هنشوف يعني بتعمل ايه. المهم ثبتناها كده يا معلم. لسه بس بيحمل. شكلها روش والله، روش قوي بجد. وهتلاحظ بص بقى اللي ايه، كوكب كده وفي حاجات بتتحرك واللي هي صخور كده لونها اخضر وبتاع وحاجات زي كده. وهوريك دلوقتي الانيميشن برضو بتاعها، وهجمعه لك في الفيديو في الاخر، هتشوفه هيبقى روش جدا. شوف الانيميشن، يا نهار ابيض، ايه الحلاوه دي! انت خدت بالك؟ لا كل شويه حركه مختلفه. الموضوع والله الموضوع روش جدا يا جدعان. بص كده لما تفتحه بالبصمه بقى، روش بطريقه يعني. بص جامد جدا بجد. وبس كده يا معلم، دي كانت كل حاجه عن السوبر وول بيبرز، ومفيش اي مشاكل كده هتواجهها، وتقدر تثبتها على اي موبايل، سواء لو كان سامسونج، لو اوبو، لو ريلمي، لو شاومي اكيد يعني هو اصلا بتاع شاومي. لو شاومي على المي اي 11 او المي اي 12، على اي جهاز بدون اي مشاكل بنفس الخطوات، لان ابلكيشن الوول بيبرز بتاع جوجل اللي احنا نزله ده موجود ومتاح على جوجل بلاي لكل التطبيقات، ومفيش اي مشكله في الموضوع. بس كده، فدي كانت كل التريكات والحركات في الموضوع، وثبت لك
3 سوبر وول بيبر قدامك، وممكن تنزلهم انت كلهم، هم كتير قوي. بس ما انصحكش تنزل كله عشان ما ياخدش مساحه على الموبايل على الفاضي، وانت عاوز تشوف الشكل الجميل ده من 3 او 4 خلفيات بس، مش محتاج تنزل 12 او 15 خلفيه. بس كده، فيا رب الفيديو السريع بسيط. هو بص، هو مش سريع قوي يعني الصراحه عشان ما اكذبش، بس والله حاولت اسرعه قدر الامكان. المهم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تدعموه باللايك عشان يوصل اكبر عدد من الناس. ولو انت لسه مش مشترك في القناه، ادخل اشترك حالا عشان نقدر نوصل 15000 مشترك باذن الله تعالى. ودعواتك كده عشان يعني 5 ايام او 4 ايام كده وهبقى في الجيش، فهغيب فتره كده، ولكن في الفتره اللي هغيب فيها دي هينزل لك باذن الله فيديوهات. يعني يا فيديو في الاسبوع يا فيديوهين في الاسبوع باذن الله، هصورهم قبل ما امشي، وهي هتبقى فيديوهات بتفيدك في حاجات كتير، سواء في واجهه شاومي او في تطبيقات مهمه هتفيدك، او يعني كلها حاجات مش مقيده بوقت، او اديت للصور جامد. فاهمني؟ تتعلم اديت للصور زي ما كنا عملنا السلسله قبل كده، هسيبك فيديو برضو من اديت الصور ولوك جامد جدا في الاي اللي فوق. فعامة يا معلم، هي هتبقى فيديوهات جامدة جدا وروشة ومختلفة. يعني مثلا برضو هيبقى فيهم فيديو انبوكسنج للمي باند 5 بتاع شركة شاومي، وحاجات كتيرة كده مختلفة تماما، وهي هتعجبك. وان شاء الله هبقى موضح لك فيها ان انا ساعتها هكون في الجيش، فانا هرفعها على النت وهعملها مجدولة. مجدولة دي حاجة تقدر تعملها في اليوتيوب، يعني تخليها سكيدولد او مجدولة، ان انت تنزلها في يوم معين، وغالبا اليوم ده هيبقى يوم الجمعة. وبرضه هقول لكم قبل ما امشي على الجيش باذن الله. بس كده، ففعلا هتوحشوني جدا، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم. سلام.